بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نريد أن نقف على محطة من محطات رحلة الأنبياء في القرآن الكريم. هذه الرحلة نقف عندها إلى نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو إدريس عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى حبه وحب النبي الأكرم صلوا على محمد وآل محمد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا نبيا. وكذلك يقول في آية أخرى: واذكر في الكتاب إدريس. فتارة القرآن الكريم يصرح بأسماء الأنبياء والرسل، وتارة أخرى لا يصرح بذلك. يعني كيف؟ أولا القرآن يبين على أنه يذكر بشكل تفصيل لنبي من الأنبياء مثل موسى عليه السلام، ولكن نفس القرآن الكريم يوضح على أنه بعض الأنبياء قص قصصهم في القرآن الكريم، وآخرين لم يقصص لهم أي قصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لسببين. السبب الأول: القرآن الكريم عندما يريد أن يذكر أي قصة من قصص الأنبياء السالفين تحتمل أمور. الأمر الأول إخواني، يحتاج أن يسلي النبي صلى الله عليه وآله بالأنبياء الذين سبقوه، وكيف كانت مجريات الأحداث، وكيف تكون هذه القصص عبارة عن عبر يعتبر بها لمن له عقل وفكر. يعني شلون؟ قصص الأنبياء في القرآن الكريم هي اجت لتسلية النبي، هذا مورد أول. المورد الثاني اجت على نحو العبرة، يعني حتى احنا ناخذ العبرة من المواقف اللي واجهت النبي، أي نبي كان، وكيف تعامل مع الخصوم، وكيف تعامل قومه معه، وكيف هو تعامل مع قومه ومع خصومه. هذا أمر آخر. الأمر الثالث اللي أحب أن أنوه عنه: القرآن من ما يفصل بعض القصص للأنبياء، يعني ذكر بعض وترك آخرين، مو معناها هو إهمال لدورهم الرسالي، لا، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وآله يبدأ هو يفصل دور الأنبياء الذين لم يذكروا في كتاب الله عز وجل. يعني هسه احنا عرفنا المغزى تقريبا ليش بعض الأنبياء غير مذكورين في القرآن الكريم، صح لو مو صح؟ المغزى من عندها واحدة من الأسباب أنه النبي صلى الله عليه وآله يشبيه يفسر لنا ويوضح لنا كما يوضح الأحكام الشرعية ويبينها علما للناس. فمن يجي القرآن الكريم إخواني يوضح قضية إدريس عليه السلام، يجينا أولا إخواني إدريس هو من الأنبياء اللي إجوا لبني إسرائيل، من الأنبياء اللي إجوا إلى بني إسرائيل. اسمه أخنوخ، ولكن باللغة العربية يسمونه إدريس. سمي إدريس إدريسا لأنه كثير من درس وتدرس، يعني علم ويعلم. زين، هذا واحدة من بعض تفاسير اسم إدريس عليه السلام. طيب، إدريس سلام الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم اسمه إدريس كما بينت باللغة العربية. إدريس
امتاز بكثير من القضايا. القضية الأولى، أول من حدد المدن وقدر أن يحدد الجغرافيا بالواقع العملي، يعني بشكل هندسي، هو إدريس سلام الله عليه، حتى أنشأ 188 ما بين مدينة وقرية. 188 ما بين مدينة وقرية. إدريس مرت عنده حالات، خلنا نستعرض شنو حالاته. واحدة من حالات إدريس سلام الله عليه إيش بيه؟ فاليوم كان يمشي وأكو ملك، هذا الملك كان يمشي في الأرض ويحاول يتجول ويتفسح ويشوف الأجواء ويحاول يعني يرفه عن نفسه. فشاف أرض من مكان قريبة من قصر الملك، قريب من قصر الملك أكو أرض، فبالنتيجة انعجب بيها. هذا صاحب الأرض رجال مؤمن متدين مؤمن. اجا هذا الملك قال له بيع له هاي الأرض. هذا المؤمن ما باح إله. بمجرد أنه اختلف ورجع إلى قصره، هذا الرجل الملك بقى يفكر وهو جلاد، ولكن ما استعمل بلحظة الغلظة. زوجة وحدة من حواشي الملك، وحدة من النساء اللي قريبة من قصر الملك، هسه بعضهم يقول زوجته، بعضهم يقول وحدة من ربيباته، بعضهم يقول شيء آخر، ولكن الشاهد قالها أنا شفت قطعة أرض، وهاي قطعة الأرض عجبتني، ومن عجبتني أنا أحتاجها، وهذا ما قبل ينطيها، أنا شلون راح أتعامل وياه؟ شنو أسوي له؟ قالت له أنت ملك وبيدك الخدم والحجم وهاي امبراطوريتك، ما حد يقول لك على عينك حاجب، أنت واحد يلويك. هزته وكلام من مرة، وكلام المرة من تريد تأدي دور. يا سبحان الله، جابت نبي إلى أن كان عزيز، إلى أن كان واحد من المستشارين الكبار في مصر، إلى أن أصبح سجينا منفيا. يوسف عليه السلام، صح لو مو صح؟ فبالنتيجة قدرت أن تراوغ حتى تريد تاخذ هاي الأرض من هذا الشخص. قالت له أقتله. قال هذا إذا أقتله لعله يسبب لي إشكال. شنو مورد الإشكال؟ هذا أكو وراء شخص اسمه إدريس، وإذا إدريس دره راح ندخل أنا وياه في جولات، وأنا ما محتاج دوخة بال ومشاكل. قالت له أنت الظاهر ملك ولكن ضعيف، أنت ما عندك ذيش القوة. طلع هذا الملك قال لهم جيبوه. جابوه. قال له لا أنت تنزل عند رغبتنا لو نكتلك، قالوا أنتم شنو اللي تردونه؟ قالوا له احنا نريد من عندك القاع تنطينا اياه الله ومحمد وعليك، ما عندنا. بس هذا فكر قال انا هسه هاي القاع جبتها، هاي اللي جبتها راح اجيب غيرها، فانا ليش ما اسلم بجلدي واعطيها؟ احسن لي اختار طريق المختصر، مو لولا. هو هم الرجال قال له عم انت شو تريد؟ تعال خلينا نروح لابو العقد ونتعاقد انا وياك، والله ياك ما نتعاقد او لا. انطاها اليه. بالنتيجة عرف إدريس أنه هذا الشخص سلم الأرض مالته. بدأ إدريس سلام الله عليه يوضح للناس أمور، من جملة الأمور علمهم الخياطة. أول من علم الناس الخياطة منه؟ إدريس. كان خياط، تعال ما عندك مهنة، تعال صير حرفي اشتغل كذا مشي أمرك. بعد أنت شنو عندك؟ قال لا أنا أريد أتعلم، حتى أتقن تقول الروايات أكثر من 100 لغة. إدريس أتقن أكثر من 100 لغة، بحيث يا ناس يجون يسولفهم بلسانهم ما يحتاج لمترجم نهائيا.
طلع إدريس غاضب من هاي المنطقة، شلون هذا سلم الأرض وكذا وما يصير. طلع إدريس، من طلع إدريس كانوا وياه مجموعة 10، دول 10 إلى أن صاروا 1000. صاروا وش قد 1000. هذول 1000 قالوا إحنا خل نختار ناس يعني يكونون مستشارين وقريبين من النبي، ليش إحنا باقين مشتتين؟ هذول 1000 صاروا 700، 700 صاروا 70، 70 إيش قد صاروا؟ رجعوا صاروا 10، 10 صاروا إيش قد 7. يعني إخواني هذا الموضوع أنا من أريد يعني أذكره، هو مو سرد تاريخي، لكن المواقف والعبر في هذه القصة راح تبين في نهاياتها. غضب، أثناء غضبه طلع قال له يا إلهي أنا أريد منك قضية وحدة. ناجى ربه، يا إلهي ما أريدك تمطرها على هاي القرية أبدا إلا أنا أسألك وأقول لك مطرها وتمطرها. الله سبحانه وتعالى قال له هاي إلك روح، أنت غير دعيتني حتى أنه ما تمطر عليهم، ما تمطر عليهم. على كل حال راح سلام الله عليه، غير بالمعادلات، مشي سافر إلى آخره، وإذا يوصل إلى مكان معين. هذول الناس كتلهم الجوع، الناس عايشة على المطر عسق يعرشن. إيش وقت ما الإخوان يفتحون لنا الكاك من تركيا يجينا المي، ما فتحون لازم نروح ونودوه وفود ونقلهم عمي وهل الغيرة ترى احنا ناس كتلنا العطش. ليش؟ لأن ما عندنا ناس تقول بويا خلنا ندير الأمور بشكل واقع حقيقي. هاي مو بما كسبت أيديكم. على كل حال قال له أنا بالنسبة إلي إيش وقت ما أقول لك يا إلهي مطرها مطرها، ما أقول لك ما تمطر. قال له روح هاي إليك. زين، راحت أيام، مشت الأيام، الناس ايش بيها تضورت جوع، وصلت إلى مرحلة بحيث يدورون على إدريس ما جاي يلقونه. يا بشوفونا يا احنا نريدها تمطر. هسه هم مو حبا بالنبي لا، ولكن الناس تدور خبزة تريد تاكل، ما لها علاقة بالحق. صعد نزل راح مشى، لا لا، الحق اخواني اصبح شيء ثانوي. الحق اصبح عبارة عن امرين. الحق عبارة اصبح عن امرين. الامر الاول انفتح كديكور ونسويه عبارة عن شعار ولافتات، هذا مورد للي يشوف الحق ويقول يعني الله خوش بي مكسب. دخلنا شيل أنا فدراية من الرايات وقال لهم عمي ترى أني خوش إنسان والمؤمن والمتدين وغيرها، وأنا أبد ما أتنازل عن الحق. بس أنت مسلم تقاعك خور عبد الله وراح ظل عندك إيش النظر. زين، راحت الأيام، مجت الأيام قالوا يا بشوفونا النبي، ما لقوا. ليش؟ لأن بدأ يتهجد ويحاول أنه تقوى علاقته بالله. مو يحاول، الاعتبار هو نبي، فعلاقته بالله دائما مستمرة، وهو طلع غضبان من المنطقة. وإذا بهذا النبي كل يوم يجي ملك ينطيه قصعة ياكلها ويكمل عبادته، زين، راحت أيام، جت أيام، الله أمر الملك الذي ينزل الأكل على إدريس اقطع الأكل عنه بعد، لا تنزل له ولا تودي له شيء. هاشين هاي هي أكو حكم بالموضوع، مو احتباطا تجي هاي الأحداث اللي جاي تمر، مو هي عبارة عن يعني والله هذول أذكياء وذول صعبين وهذول كذا، لا لا لا، أكو حكمة ما خلف الكواليس، أكو تدبير إلهي. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الله جاي يخطط وإحنا نخطط عهود، بس هو التخطيط من الأول والأخير لله سبحانه وتعالى. بالمختصر المفيد
قال له يا إلهي أنت قطعت علي سبب رزقي. قال له ها هسه أنت 3 أيام منعنا عنك الأكل ضجت وطالبتنا. زين هاي الناس بقوا 20 سنة تقول الرواية وهم المطر ما واصلهم. زين ذول بيهم أطفال وبيهم شياب وبيهم كذا. قال له روح دبر حالك، اتعامل بالأسباب والمسببات. روح أنت إيش بيدك تشتغل طلع حقك وكل. بس بعد المدد الإله والغيب إيش بيه بهذا الجانب وقف، بهذا الجانب قال له روح اتعامل بالجو الطبيعي. ويما راح وكذا يقول جاي يمشي بقرية وإذا دخان تطلع من بيت. يا الله أكو فرج. وصل لهذا البيت، وصل يمه السلام عليكم. عليكم السلام. قال له شنو حاجتك؟ قال لهم والله أنا بالنسبة لي جوعان. هذا أبو البيت موجود. قال له والله أنت جوعان، أنا عندي رغيفين، واحد من عندهن إلي، واحد منهن إلي والثاني لابني. اللي اعطيتك خبزتي أنا جعت ويموتني الجوع، وإذا اعطيتك مال ابني زين شنو الحل؟ شنو الحل؟ وإذا هاي يا إخوان هاي القصة تدرون شنو أساسها وين منطلقها؟ لأن أكو واحد ما وقف بشكل قوي وشديد ضد الطاغوت، مشت هاي المجريات ومشت أسبابها ومسبباتها إلى أصبح انتقام على من؟ على قرية كاملة. وهذا البلاء اللي نزل على القرية الكاملة وعلى المجتمع الكامل شنو اللي صار بعده؟ صار بعده أكو عدم المطر، وبعد شنو اللي صار؟ هجرة النبي وغياب النبي من موقع الحقيقي. القضية الثالثة بعد شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ اللي صار أنه الله سبحانه وتعالى رفع عنهم النعم ما ظهر منها وما بطن. زين هذا كله تدرون منين؟ قال له يابا اعطيني قاعك. قال له تفضل. هاي غيرت مسار التاريخ، غيرت مجرى الأحداث. وإذا بهذا الرجل يقولون أخذ سلام الله عليه أخذ الخبزة مال هذا الولد أكلها، إدريس أكلها. فشافوه قال له يا ابن هذا مات. قال لهم أنا نبي وأنا راح أرجع للحياة. قالها أيته الروح التي خرجتي بإذن الله ارجعي إليه بإذن الله وأنا نبي الله إدريس. سمعوا هم يدورون عليه بالشمس، لقوا يمهم بالله هم يدورون عليه وين ما وين. رجع وين لقوا بصفهم أصلا قريب منهم. طلعت هذا الولد قالت ترى عندنا إدريس، وإدريس بما أنه إجا بعد لازم شو يسوي؟ يرفع عنا هذا البلاء اللي صار. زين هسه هم عندهم إدريس وراح يدعوا لهم، فإحنا لازم ندعو صاحب الزمان أن يرفع البلاء عنا بحق محمد وآله. صلوا عليه وعلى أهل بيته بأعلى الأصوات. بالنتيجة وصل الناس وصلوا وقالهم إدريس أنتم شو تريدون؟ قالوا له نريد منك تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يرزقنا المطر، حتى تمطر، لأن أكو أسباب ومسببات. أكو أسباب ومسببات حتى المطر من ينحجب عنه بما كسبت أيدينا يرسل عليكم السماء مدرارا. صح لو مو صح؟ قالهم ماكو مشكلة عندي. شنو المطلوب؟ قالهم المطلوب يجي هذا الحاكم اللي سوى هاي المشكلة، واضح؟ يجي هذا الحاكم اللي سوى هاي المشكلة ويرجع صاحب الحق الحق. هاي نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 القرية اللي موجودين الأحياء اللي منهم بقى يجون كلهم حفاة بما فيهم الملك. قالوا له كيفك هذا طلب صعب؟ قال لهم بعد أنا ما أدري.
راحوا جزء من الناس قال لهم الملك اني اروح لادريس واتنازل له وامشي له حافي؟ هذا صدق يحكي صدق يسولف؟ لا خلي يشوف غيرها، جيبوا لي غير موضوع، سولفوا لي غير قضيه. قال له لا ابد، مره ومرتين ثلاثه سقف المطالب مثل ما يقولون عليه. قال لهم انا اغادركم اذا انتم ما ترجعون لهذا الموضوع. اجت الناس حفاة بعد ان مات منهم جزء بسبب المشي وبسبب الاحتدام اللي صار ما بينهم. تعال يا ملكنا، تعال يا حاكمنا، تعال يا رئيس الوزراء، هذا يقول اجي ذاك يقول ما اجي، صارت مشاكل. واذا به اجوا حفاة. شنو السبب خلاهم يجون حفاة وكلهم؟ قالهم بما انه عصوا الله سبحانه وتعالى مستكبرين ظالمين، والله عاقب مجتمع كامل بسبب سلب حق واحد. اريد اشوف ذل طاعتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. عرفت الحكمه وين؟ ملخصها بالاخير عرفناه. شنو اللي يريد نوقف على هذا الموضوع؟ 3 قضايا. القضيه الاولى سلب اي حق من الحقوق، اي حق من الحقوق. هذا ما يرد من الساعه كان اكو فد موضوع بينه وبين احد العلماء الخلايجه، شيخ من مشايخهم، قال يابا ترى معاويه اخطا من خلى يزيد. قلت له ايه؟ قال هو مو معصوم. قلت له صحيح مو معصوم؟ لا مو معصوم، واحنا ندري به هو اصلا مو بس يعني مو معصوم، شر البليه ما يضحك. زين قلت له بالنتيجه هذا الخطا انا ادري بكم انتم قلتوا لي اختصر، بس يا بعد شو اسوي؟ فقلت له زين هذا الرجل اللي هو معاويه ابن ابي سفيان لعنه الله عليه، ايش قلنا له؟ قلت له زين انا اسالك سؤال، هاي القضيه الخطا اللي صار ارتكبه وحده وما اثر على مجتمع؟ لو اثر على مجتمع وهنا الحكي. قال لا اثر على مجتمع. قلت له زين اللي يرسم خريطه بحيث تغير مسار مجتمع كامل الله يحاسبه لو ما حاسبه؟ قال لي كيف الله؟ قلت له زين الله يقبل بالظالم؟ قال لا. قلت له زين اللي يخرب ناس ظالم لو مو ظالم؟ قال ظالم. قلت له والنتيجه؟ قال يعني تريد تقول له معاويه ظالم؟ قلت له لا معاويه مو ظالم. قال ها؟ قلت له معاويه فاسد وظالم. لم تحكموا بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، هم الفاسقون، هم المفسدون. صح لو مو صح؟ فبالنتيجه اخواني الله سبحانه وتعالى عاقب قوم كامل ومجتمع كامل لانه ما ناصروا الحق وخذلوا الحق. هذا نقطه رقم 1. القضيه الثانيه الله عاقب مجتمع على نفر. زين اللي يحاصر الحسين عليه السلام ويريد يسلب حق الإمامة ويسلب حق النبوة، هذا الله وين يخليه؟ بيا ميزان بشرفك وين يخليه؟ يعني صقر قليلة والله. ليش؟ مو احنا جاي ناخذ تبعات هاي القضية، هاي جاي ناخذها. ولا ذاك اللي يوزع شكليت وهذا يوزع حامض حلو. ايه هسه ما ادري والله. انت شو بعيد الغدير ما وزعت شكليت زين، تقول يوم هذا ما اعتقد بيه الولايه. زين بعيد نيروز انت توزع شكليت، بعيد الاضحى توزع شكليت، امك من جابتك وزعت شكليت. ايه مو كافي خلونا شويه ساكتين وعاضين الجرح وجايين ماشيكم بقوه. ترى يعني على كل حال هسه انت والله ما ادري، انت ذا راسي بالدورات مالتك وما عندك يوميا منزلينك وطالع تهرج 24 ساعه ولو مطلع لك جدر حتى ما بكيلو وين وتقول والله احنا مع القضيه الحسينيه. انت تكذب على عميان مثلا؟ تكذب على مثلا على منو؟ كيف شويه احترموا مشاعر الناس. يعني هسه لو طالعين 2 3 ومهوسين بالاعظميه قالوا طائفي وذاك يقول لك لا هذا مو انت راح
تنتهك النسيج الاجتماعي، وانت ما جاي تنتهك النسيج الاجتماعي، ما جاي تنتهك. بس هي غير كون اكو صدق وزارة داخلية وتجرك من شربك وتقول لك اقعد خلنا نرجعك لبوكه، لان انت مكانك بوكه مو مكانك هناك. فعلى كل حال من نشوف واحد الله سبحانه وتعالى على سبب واحد وأثر شخص الله عاقب مجتمع لأنه ما ناصر الحق ولا قدر يدافع عن الحق وسلم بشكل ضعيف. زين اللي يريد يوصل وينتهك حرمة الحسين عليه السلام في يوم العاشر شنو قل لي؟ شنو اللي يريد نوصفه يعني؟ أكيد الله سبحانه وتعالى يحبس علينا قطر السماء ويغيب عنا إمام زماننا سلام الله عليه ويخلينا فيه، ولكن أكو رحمة. لولا أطفال الرضع وشيوخ الركع لصببت البلاء على أهل الدنيا صبا. فالحاصل نشوف في يوم العاشر من محرم نشوف هذا الحق اللي ما قدر يتنازل عنه الحسين سلام الله عليه. والله لا أعطينكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرن إقرار العبيد يأبى الله لنا ذلك. نعم. وبعد وحجور طابت وطهرت ونفوس أبيه. ليش؟ إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة